بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن التعليقات في برنامج الاكسل. التعليقات بتكون مفيدة جدا لو انت شغال في شركة او ضمن فريق عمل، لانك احيانا هتحتاج لتوضيح او شرح معلومة معينة، ودي وظيفة التعليقات في الاكسل. يبقى بصفة عامة التعليقات عبارة عن نص او ملاحظة بتظهر على خلايا معينة. فافتراض انك شغال على شيت الاكسل ده، واللي بيظهر اسماء الموظفين ومرتب كل موظف، وانت شاكك ان مرتب الموظف رقم 2 مش صح او فيه مشكلة، وعايز تكتب ملاحظة بتقول يرجى مراجعة مرتب الموظف. علشان نعمل التعليق ده أو الملاحظة دي، هنضغط كليك يمين على الخلية وهنختار Insert Comment أو إدراج تعليق. ممكن بطريقة تانية من خلال تبويب Review، وأضغط على الأمر New Comment. هيظهر مربع في البداية اسم المستخدم، علشان لو أي حد بعد كده فتح شيت الإكسل يقدر يعرف مين اللي عمل التعليق أو الملاحظة. هنكتب التعليق المطلوب وهنضغط في أي مكان. هيظهر مثلث أحمر في أعلى الخلية. بمجرد ما هقرب من الجزء ده هيظهر التعليق اللي تم كتابته. هنعمل تعليق تاني على الموظف رقم 4. كليك يمين وهنختار Insert Comment وهنكتب يرجى مراجعة اسم الموظف. هضغط في أي مكان تاني. في الحالة دي أنا عندي تعليقين في الشيت بتاعي، أقدر أعرفهم بمنتهى السهولة من خلال العلامة الحمراء اللي موجودة أعلى الخلية New Comment في مجموعة Comments. وناخد بالنا إن لو الخلية اللي واقف عليها حاليا ما فيهاش تعليق هيظهر أمر New Comment، إنما لو الخلية فيها تعليق موجود بالفعل هيتحول الأمر ل Edit Comment، وفي الحالة دي لو ضغطت عليه هيظهر التعليق اللي تم كتابته علشان أقدر أعدل فيه. الأمر الثاني هو الأمر Delete، وده مش هيشتغل غير لو في تعليق جوه الخلية. يعني حاليا الخلية B2 واللي واقف عليها حاليا ما فيهاش تعليقات، علشان كده الأمر Delete مش شغال. لو وقفت على الخلية B3 هيشتغل الأمر Delete، ولو ضغطت عليه التعليق هيتلغي والمثلث الأحمر اتلغى. هعمل تراجع. الأمر اللي بعده هو أمر Previous، وهنا هيوديني للتعليق السابق. يعني حاليا لو وقفت على التعليق الأخير وضغطت على Previous هيوديني للتعليق اللي قبله. Next هيوديني للتعليق التاني. يبقى Previous التعليق السابق وNext هو التعليق التاني. الأمر Show Hide Comment ده وظيفته إظهار أو إخفاء التعليق. حاليا التعليق في الخلية A5 ظاهر، لو ضغطت عليه هيختفي، ضغطت مرة تانية هيظهر. Show All Comments هيظهر كل التعليقات اللي موجودة في الشيت بتاعي. لو ضغطت عليه مرة تاني كل التعليقات مش هتظهر قدامي، هي موجودة لكن مش ظاهرة. علشان أحفظ ملف الإكسل بتاعي عندي أكتر من طريقة. الطريقة الأولى من قائمة فايل، وهختار الأمر Save As وأحدد مكان الحفظ. من خلال المجموعة اللي على الشمال، وهنا طبعا بيظهر محتويات المكان اللي أنا محدده. يعني على الديسكتوب مفيش ملفات غير الملفات دي بس، مجلد وملف. وهنا بكتب اسم الملف، وهنا بختار امتداد الملف. عندي مجموعة كبيرة جدا من الامتدادات، امتداد 97/2003 وامتداد PDF وغيره من الامتدادات. طبعا بختار على حسب الشغل بتاعي. بعد ما بختار بضغط الأمر Save. نغير اسم الملف وليكن مثلا ونضغط Save. الطريقة الثانية بالضغط كنترول وحرف الاس من لوحة المفاتيح. والطريقة الثالثة من علامة الحفظ اللي موجودة في أعلى الشريط أو في أعلى البرنامج. علشان أفتح ملف سبق حفظه قبل كده أو تم حفظه قبل كده، من قائمة فايل وهختار الأمر Open، ومن براوز أو عرض أحدد المكان وليكن مثلا
بوك 1 وهضغط الأمر Open. هيتم فتح الملف بتاعي. طبعا هو نفس الملف ولكن من غير التعليق اللي موجود في الخلية B3. كده يبقى عرفنا النهاردة ايه هي التعليقات وازاي نضيفها وازاي نتحكم فيها، وعرفنا ازاي نحفظ ملف وازاي نفتح ملف سبق حفظه. اخر جزء ممكن نقوله ان الاوامر اللي اشتغلت عليها من تبويب الريفيو ممكن اشتغل عليها برضو من ضغط كليك يمين على الخليه، بحيث ان انا هلاقي edit comment لو عايز اعدل، delete comment لو عايز الغي التعليق، show hide comments لو عايز اظهر او اخفي التعليقات. شكرا لكم ونتقابل في درس